حكاية النص التاني. ونص الحكاية بتاع النهاردة هي حكاية موظف بتفاصيل كتير، بحاجات كتير، بس أنا مش جاية أخد إلا غير حاجة بسيطة صغيرة. ناس كتير للأسف بتتغر على السوشيال ميديا وتقول أنا عايزة أبقى صاحب مشروع، صاحب بزنس، أنا مش عايزة أكون موظف. تؤيد أو تعارض؟ أحب أسمع رأيك في الكومنت. بس أنا رأيي إن مش سهل على أي حد يبقى صاحب مشروع أو صاحب بزنس أو يبقى رائد أعمال. دي حوار مش سهل جدا، وبرضو مش سهل على أي رائد أعمال أو شخصية حد يكون هو دماغه في البزنس ويرجع تاني يكون موظف. دي أنماط شخصية ودي حاجات خاصة بالشخصية، فأنا بشوفها قدرات في الأول وفي الآخر، وهي القدرات والفروق الفردية اللي ما بيننا. نروح بقى كده لتبس وتريكس برضو وللكلمات بتاعتنا، لأن بلاقي ناس كتير بتتلخبط. كلمة employ وكلمة employ هي verb، ودي معناها الفعل نفسه بتاع التوظيف. The company employs many students. الشركة وظفت طلاب كتير. أما بقى بالنسبة للاسم نفسه وهي employee، ده الموظف نفسه. My company consists of 100 employees. أما بالنسبة لصاحب الشركة نفسها هو اسمه employer، وده برضو اسم زي الأونر كده، ودي بنقول عليه صاحب الليلة كلها. My employer is a good person. It is not easy to find employment nowadays. اللي هي الوظيفة نفسها، الشغلانة نفسها اسمها employment. مش سهل اللي انت تلاقي وظيفة. بشوفكم على خير في حلقة جديدة في حكاية النص التاني.